طبعا انا من فتره كبيره قوي كلمتك على احمد حمدي وعلى مشكلته مع الزمالك وسببها ايه، والمشاكل بتتطور دايما بسبب الاخطاء الاداريه اللي موجوده في مجلس الاداره. اللي حصل ان الراجل كان المفترض ان هو يسافر المانيا من حوالي شهر مثلا علشان خاطر يتابع نجاح عمليه الرباط الصليبي، لان لازم يتقال له كده بعد العمليه امتى ينزل الملعب والاجراءات اللي هينزل بيها ايه وفتره التاهيل. كل الكلام ده اي حد بيعمله طبيعي. المشكله ان الزمالك قالوا له عايز تسافر سافر على حسابك يا اما تعمل التاهيل هنا. الراجل طبعا ما عجبوش الكلام وما قال انا مش من يعني مش ممكن اسافر على حسابي وادفع فلوس من جيبي وانا متعاقد مع نادي المفروض ان هو يتكفل بعلاجي. ومحدش رد على الراجل وقالوا له عايز تنزل الملعب اعمل اللي انت عايزه، مفيش فلوس في النادي. الراجل طبعا حاول مره واثنين وثلاثه وكان اخرهم اليومين اللي فاتوا. علشان كام؟ عشان 1700 يورو. الراجل كتب بوست وتم احالته للتحقيق. قال يعني لو تعرفوا حد في بنك قناه السويس عشان يشوف حول لي 1700 يورو. انت متخيل الرقم قد ايه هزيل؟ وان الزمالك مش قادر ان هو يدفعه للاعب، وبعد كده نرجع نقول اللعيبه بتعمل مشاكل وغيره وغيره وغيره. على فكره اللي هيحصل الفتره الجايه بالنسبه لاحمد حمدي ان احمد حمدي تم احالته للتحقيق وتوقيع غرامه ماليه عليه، والراجل قال للوكيل بتاعه ابحث لي عن عرض عشان انا هفسخ التعاقد بتاعي مع نادي الزمالك بالتراضي، لان اثبت الفتره اللي فاتت دي بالنسبه له انه يعني مجلس الاداره مش فارق معاه كان اللاعب يرجع يلعب تاني كوره ولا لا.